تحتاج الأغنام في المزرعة إلى العناية والرعاية الجيدة لتحافظ على صحتها وتنمو بشكل صحي، ومن أهم الوسائل التي تساعد على ذلك هي اللقاحات الضرورية. وفيما يلي أهم اللقاحات التي تحتاجها الأغنام في المزرعة: لقاح السعال الديداني كوفاكسين 8 حزين يستخدم لوقاية الأغنام من السعال الديداني، وهو مرض شائع يصيب الجهاز التنفسي للأغنام. لقاح النزلات المعوية الحادة انتروتوزيمي يحمي الأغنام من الإصابة بمرض النزلات المعوية الحادة، والذي يمكن أن يكون قاتلاً. لقاح الحمى القلاعية أنثراكس يحمي الأغنام من الإصابة بمرض الحمى القلاعية، وهو مرض شديد الخطورة يمكن أن يؤدي إلى وفاة الأغنام. لقاح الخنازير إريسيبيلس يستخدم لحماية الأغنام من الإصابة بمرض الخنازير، وهو مرض بكتيري يصيب الخنازير والأغنام عادة. لقاح الطاعون الغارم بروسيلوسيس يستخدم لوقاية الأغنام من مرض الطاعون الغارم، وهو مرض بكتيري يمكن أن يؤثر على الإنتاج الحيواني ويتسبب في العقم. لقاح البستريلا هو لقاح مهم للغنم يستخدم للوقاية من الإصابة بعدوى البستريلا باستورل التي تسبب عدة أمراض خطيرة في الأغنام مثل الأمراض الرئوية والتهاب المفاصل والتهاب الجلد. يتم إعطاء لقاح البستريلا للأغنام عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد في منطقة الرقبة، وينصح بتطعيم الأغنام بهذا اللقاح بشكل دوري حسب توصيات الطبيب البيطري، حيث يساعد على حماية الأغنام من الإصابة بالأمراض المسببة للبستريل ويساعد في الحفاظ على صحة القطيع وزيادة الإنتاجية. يجب الالتزام بجدول لقاحات محدد للأغنام وفقا لعمرها وحالتها الصحية ونوع اللقاحات المتاحة في المنطقة. ينصح بالتشاور مع طبيب بيطري لتحديد اللقاحات الضرورية وجدول التطعيم المناسب لحماية الأغنام من الأمراض.